مساء الخير كل متابعين قناة أسرار كهرمانة، أهلا وسهلا بيكم. وضعك النفسي أو حالتك النفسية في الوقت الحالي إيه والقادم ليك إيه؟ إنه الوقت الذي سوف تعرض كل أعمالك التي قمت بها وتحتاج إلى تقييمها ومعرفة أخطائك. خلاص حان الوقت إن أنت تعرف إيه أخطائك وإيه الحاجات اللي أنت عملتها غلط وتبتدي تراجع نفسك وتحللها. كمان أخذ قرارات حكيمة والقدرة على السيطرة على المشاعر. لازم الفترة دي تاخد قرارات كلها عقل، ولازم تفصل مشاعرك اللي في دماغك أو في إحساس قلبك عن قراراتك. كمان أخذ القرارات بحكمة والبعد عن التهور والتمتع بإنجازاتك. واضح ان انت شخص متهور او ان انت بتاخد قرارات سريعة، فانت لازم تكون شخص اهدى شوية وتكون بتعرف تتحكم في قراراتك وما تكونش شخص متسرع. الطموح والجراءة والقدرة على أخذ القرارات الصحيحة، التحكم في العاطفة والقدرة على الإحساس بالمشاعر. الفترة دي انت محتاج ان انت تركز على انك تاخد قرارات بشكل صريح وبشكل صحيح، وانك تتحكم في عاطفتك شوية. يعني ما تخليش مشاعرك هي تكون غالبة على احساسك. لازم تعرف ازاي تتحكم ما بين مشاعرك وما بين عقلك، وان انت تفصل ما بينهم. قد تكون تعبت من أشياء كتير في الفترة الماضية، لكن انت الآن تحتاج إلى فترة راحة وثبات. ممكن تكون الفترة اللي فاتت كانت فترة صعبة عليك، ممكن تكون بسبب انفصال عن شريك، أو تكون بسبب انك كنت في علاقة ثلاثية وده أخد من وقتك ومن طاقتك كتير. انت لازم تفكر في اللي جاي وتبعد عن أي حاجة بتخليك تجيلك نيجاتيف انرجي. الكثير من البدايات والفرص في انتظارك، تحتاج فقط أن تنظر إلى الأمام. القادم في حياتك بيقولك إنك في فرص كتيرة ممكن تكون باينة قدامك، بس انت مش واخد بالك منها بسبب مثلا ان انت شخص مشتت او حاجة. بس الفترة اللي جاية دي هي فترة راحة بعد فترة تعب. كمان انت صنعت الكثير وبذلك الكثير من المجهود، وحان الوقت ان تنتظر نتيجته. انت شخص طموح واشتغلت على نفسك كتير وكنت بتحاول تسعى للتغيير. جه الوقت ان انت تقعد تستنى ثمار مجهودك وتعبك. الفترة اللي جاية دي هيكون عندك الكثير من الأسرار سوف تنكشف. قد تكون تلك فترة صادمة لك. ممكن في الفترة اللي جاية دي تكتشف حقيقة ناس أو حاجات معينة تكون سبب في صدمة كبيرة ليك، بس صدقني هي هتكون بداية جديدة ليك. على قد ما هيبقى الوضع مؤلم، بس انت هترتاح بعد ما تتعرض لصدمة كبيرة وانكشاف ناس أو اكتشاف خيانة أو غدر. بعد كده اللي جاي هيكون أفضل. زي ما قلت لك، حياتك الآن تتجه إلى الاستقرار والحب، وهناك الكثير من الاحتفالات قادمة إلى حياتك. يعني لو أنت كنت بتمر بفترة فيها تعب وفيها صدمات وفيها خذلان مثلا، فأنت دلوقتي الفترة اللي جاية أو القادم في حياتك هيكون استقرار. يعني لو أنتوا سناجل فهيكون في ترسيم بالزواج، أو هيكون في كلام على خطوبة أو على مشروع زواج. ربنا يكتب لكم الخير. أشوف كمان إنك بتحاول تحمي نفسك من القادم وتعتقد إن هذا الأمان، لكن أنت لا ترى الخير القادم. زي ما قلت أنت قاعد مش مركز في الفرص اللي ممكن تكون بتجيلك، وقاعد بتفكر في الماضي. حاول إن أنت تركن الماضي على جنب وتبعد عن أي نيجاتيف انرجي علشان جسمك يستقبل كل بوزيتيف انرجي، وإن أنت تكون حاسس بتغييرات للأفضل. ربنا يكتب لكم السعادة والخير. شكرا.